السوداني ما بيذلوا بآخر. قانون موجود، أي حاجة موجودة، نتحاسب، لكن ما بيسلم. في رؤساء دول سقطوا بثورة، وفي رؤساء تانيين هربوا بطيارة، لكن الرئيس عمر البشير ده سقط وهو نايم في بيته، وكان فاكر إن الدنيا تحت سيطرته. تعالوا نحكي الحكاية من أولها. عمر البشير استولى على الحكم سنة 1989 بانقلاب عسكري، ومن يومها وهو ماسك البلد بقبضة من حديد. اللي يعارض يختفي، واللي يتكلم يتسجن. الفساد مالي البلد في كل حتة، والأزمة الاقتصادية خنقت الناس حرفيا، بس الشعب كان ساكت لحد ما حصلت الشرارة. ديسمبر 2018 الناس صحيت الصبح لقت رغيف العيش ب3 أضعاف ثمنه، وطوابير البنزين بقت بالكيلومترات، حتى الفلوس اللي في البنوك بقت شبه مش موجودة. وهنا نزل الشعب السوداني الشارع. أولها كانت مظاهرات صغيرة، بس في خلال أيام السودان كلها ولعت. والمفاجأة الناس ما كانتش بتقول عيش ولا سولار، الناس كانوا بيهتفوا بصوت واحد: يسقط البشير. لكن البشير بقى كان في القصر مش مصدق. البشير وقتها كان بيضحك وقال جملته المشهورة: في مندسين وفي أجندات خارجية، دي مؤامرة. وأمر الأمن يضرب بإيد من حديد، وفعلا حصل إطلاق نار وناس كتير ماتت. لكن ده ما خوفش الناس، بالعكس ده زود إصرارهم. الناس ما كانتش تعرف إن اللي هيقلب عليه هم نفسهم اللي كانوا حواليه، زي وزير الدفاع ابن عوف اللي كان دايما وراه، هو اللي جه في اللحظة الحاسمة وقال له كفاية كده. وفي يوم 11 إبريل سنة 2019 الناس صحيت على بيان عسكري: بناء الأحزاب السياسية وإجراء انتخابات حرة نزيهة بنهاية الفترة الانتقالية ووضع دستور دائم للبلاد. تم خلع الرئيس عمر حسن البشير والتحفظ عليه في مكان آمن، بس في الحقيقة المكان الآمن ده كان سجن كوبر. والله كده الرئيس اللي حكم 30 سنة اتسجن في نفس الزنزانة اللي كان بيحبس فيها خصومه. وفي تقارير بتقول إن البشير حاول يهرب قبل السقوط، بس الطيارة اللي كانت هتنقله اتلغت في اللحظة الأخيرة. ووقت الانقلاب ده هو كان نايم في بيته، وتفاجئ بقادة الجيش داخلين عليه. قال لهم خير، ردوا عليه: انتهى وقتك. حتى الحرس الشخصي بتاعه بدل ما يدافع عنه سلمه. والفلوس ده في مفاجأة تانية: بعد القبض عليه لقوا في بيته ملايين الدولارات واليورو والجنيه السوداني مخبيهم في شنط، وكان بيقول دي أموال تبرعات. لكن طبعا محدش صدق. البشير اتحط في سجن كوبر، ومن وقتها وهو بيتحاكم في قضايا فساد وقتل مظاهرين وانقلاب على الحكم. والمفاجأة حتى الإسلاميين اللي كانوا دايما سند ليه سابوه، بقى وحيد معزول ومنتظر مصيره يتحدد. عمر البشير الرئيس اللي حكم السودان 30 سنة وقع في 30 ثانية، مش بس لأن الشعب قام، لكن لأن اللي حواليه كلهم خانوه. الكرسي لو ما كانش عن حق هيجي يوم ويتشال غصب عنك.